مساء الخير متابعينا الكرام، اهلا بيكم في كل مكان. معاكم في لايف من محافظة الدقهلية، تحديدا احنا موجودين امام مستشفى منية النصر المركزي. اللي حصل لإسلام النصر أحمد نصر السيد 12 سنة طالب في الصف الأول الإعدادي كان مفاجأة، والسبب مبهم. اللي حصل ان اسلام نصر احمد اللي عمره 12 سنه طالب بالصف الاول الاعدادي مقيم تحديدا بعزبه ابو شهده مركز منية النصر، منذ ساعات طلب من والدته، قال لها انا ممكن انزل العب بالطياره الورق الخاصه بيا، وطبعا كلنا عارفين ان الجو برد واحنا في الشتاء. الام قالت له عشان خايفه عليه بلاش يا حبيبي ان انت تنزل تلعب، الجو برد. الولد صمم، قالت له لا. طبعا الولد دخل الغرفه، والدته اعتقدت ان الولد دخل الغرفه يلعب وقاعد في الغرفه. بعدها بشويه دخلت الغرفه عليه، شافت اللي كان صدمة بالنسبة لها، لقت ابنها نايم على السرير متوفي والحبل متعلق في رقبته. طبعا الأم فضلت تصرخ و يعني في حالة هستيرية صعبة جدا، وقالت الحقوني. طبعا الجيران اتجمعت في ايه، الكل لقى اسلام الله يرحمه نايم متوفي وفي حبل حوالين رقبته. طبعا في البدايه مفيش اي شبهه جنائيه في الموضوع، ولكن طبعا تم ابلاغ رجال الشرطه وكانوا موجودين على الفور في المكان، وطبعا تم نقل جثمان اسلام الله يرحمه في مستشفى منية النصر المركزي في المشرحه حاليا لانهاء الاجراءات. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين الجيران هنا متجمعه والاسره والجميع هنا في حاله من الصدمه، وطبعا التحقيقات ما زالت التحقيقات ومنتظرين انهاء التحقيقات والاجراءات. واثناء التحقيقات والدته قالت ما حصلش حاجه، انا كل اللي اعرفه او كل حاجه او كلمات جمعت بيني وبين ابني لما قال لي انا عاوز انزل العب وكان معاه الطياره الورق، وقلت له هتنزل ليه؟ قال لي هنزل العب بالطياره الورق اطيرها في الهواء، عشان طبعا كان في هواء في الجو. انا خفت عليه وقلت له بلاش تنزل تلعب، الجو برد يا اسلام، ادخل اقعد جوه. فطبعا الولد دخل في الغرفه، قالت انا اعتقدت ان ابني دخل الغرفه عادي جدا. فبعدها بشويه دخلت الاوضه على ابني لقيته نايم على السرير والحبل متعلق في رقبته. معرفش ايه اللي حصل، والام طبعا تحت تاثير الصدمه فضلت تقول الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس. طبعا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وانا لله وانا اليه راجعون. وربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويرحم اموات المسلمين اجمعين. اسلام طفل عمره 12 سنه وطالب في الصف الاول الاعدادي، وتحديدا من قريه او من عزبه ابو شهده التابعه لمركز منية النصر محافظه الدقهليه. الجيران تحت تأثير الصدمة، الأم طبعا تحت تأثير الصدمة مصدومة جدا. هي مش عارفة ايه اللي حصل، مش عارفة إيه تفاصيل ايه اللي حصل، كل حاجة شافتها طبعا. متابعينا الكرام، احنا بندعي للام بالرحمه الابن بالرحمه والمغفره، بعتذر، وللام بالصبر والسلوان. وزي ما حضراتكم شايفين الاهالي هنا متجمعه مع والجيران وجميع العزبه موجودين هنا امام مشرحه منية النصر المركزي، منتظرين استخراج الجثمان وانهاء الاجراءات لتشييع جثمانه الى مثواه الاخير في مقابر العائله بعزبه ابو شهده التابعه لمركز منية النصر. الام طبعا مصدومه، بتصرخ وبتبكي، مش عارفه ايه اللي حصل لابنها. ومن هنا ممكن نقول يا جماعه يا ريت ان احنا ناخد بالنا لما نلاقي اولادنا ممكن يكونوا بيلعبوا بحاجه واحنا نستهون ما ناخدش بالنا. طبعا كل الام عملته كانت خايفه على ابنها ان هو ينزل الشارع، الجو برد وخايفه عليه لا ياخد برد ويتعب، فمنعته. ما غلطتش الام، ربنا يا رب يصبرها يا رب العالمين. لكن طبعا الطياره الورقيه كلنا عارفين ان بيكون مرتبط بها حبل
حبل طويل جدا، فتقريبا الولد كان بيلعب وهو قاعد في الغرفة، الحبل اتلف حوالين رقبة الولد مات وتوفى، ولما مات كان على السرير، وده الوضع اللي والدته دخلت وشافته في الوضع ده. فيا ريت ان احنا ناخد بالنا كل وطبعا ياخدوا بالهم لو الولاد بيلعبوا باي حاجه حاده او حبل او اي شيء، بلاش نسيبهم منفردين، لان احنا مش عارفين الاقدار مخبيه ايه او ممكن ايه اللي يحصل. فبندعي في هذه الايام المباركه يا رب يكفينا شر انقلاب الحال وشر الاقدار يا رب العالمين. متابعينا الكرام، احنا موجودين امام مستشفى منية النصر المركزي، وبننقل لحضراتكم تفاصيل الواقعة المؤسفة اللي شهدتها عزبة ابو شهدة التابعة لمركز منية النصر منذ ساعات، وكانت واقعة مؤسفة جدا حزينة، وهي وفاة اسلام نصر اللي عمره 12 سنة، وطالب الصف الاول الاعدادي، واتوفى بطريقه بشعه جدا. الام مظلومه، الاهالي، اسرته، الطريقه غير متوقعه ان الام تدخل غرفه الاسلام تلاقيه على السرير نايم متوفي والحبل حوالين رقبته. وطبعا والدته قالت اخر كلمات ابن قالها لي وكانت بتجمعه بيا، ان هو بيقول لي يا ماما انا عاوز انزل العب بالطياره الورق بتاعته، وانا رفضت عشان خايفه عليه من البرد. وطبعا الجو برد واحنا كلنا عارفين ان احنا في الشتاء، فطبعا بنخاف على اولادنا ان هم ينزلوا الشارع، ولكن للاسف الشديد يعني دخلت الغرفه شافته في مشهد صعب اي ام او قلب ام يتحمل ان يشوف ابنها فيه، ان هو فارق الحياه وتوفى وهو نايم على السرير والحبل حوالين رقبته. فبندعي ربنا ان يا رب يقويها ويلهمها الصبر والسلوان يا رب العالمين، وربنا يا رب يرحمه ويغفر له، وربنا يلهم اسرته يا رب الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، وربنا يا رب يحمي أولادكم وأولاد المسلمين أجمعين، ويا رب العالمين بندعي في هذه الأيام المباركة إن ربنا يكفينا شر انقلاب الحال وسوء الأقدار يا رب. طبعا احنا موجودين امام المستشفى، منتظرين انهاء الاجراءات، والاسره منتظره انهاء الاجراءات لاستلام جثمان ابنهم الطفل البريء اللي عمره 12 سنه ليدفنوه الى مثواه الاخير في مقابر العائله بعزبه ابو شهده مركز منية النصر. إنا لله وإنا إليه راجعون، وربنا يحمي ولادكم يا رب العالمين ويحمي ولاد المسلمين أجمعين ويكفينا ربنا يا رب يرحمه. ومن هنا بنقول يا ريت ان احنا نقعد مع اولادنا وننبه عليهم كتير جدا، يكونوا حذرين وهم بيلعبوا باي حاجه، ياخدوا بالهم عشان ممكن غلطه صغيره تتسبب في ان حالهم يتقلب او حالنا يتقلب، حال الاسره يتقلب، والطفل ينهي حياته من غير ما ياخد باله. فطبعا يعني كل ام وكل اب يحاولوا يوعوا اولادهم توعيه شديده جدا، ان بلاش لو معاكم حبل ان انتوا تحطوه على رقبتكم. حتى اوقات بالمناسبه في بنشوف ان بعض الاطفال الاكياس او الشنط البلاستيك الصغيره اللي بيتحط فيها بعض الحاجات ممكن الطفل يفتحها او يحاول يلبسها في راسه. دي من ضمن الحاجات اللي حبيت ان انا انوه عنها، ان لازم ناخد بالنا منها يا جماعه، عشان ممكن دي حاجات تؤدي الى وفاه الطفل، وطبعا ندخل في حياه تانيه خالص. فبندعي ان ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويلهم والدته يا رب الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون. وربنا يا رب يعني
يصبر قلب مامته الحزينه المقهوره اللي في حاله من الصدمه، في حاله من التساؤلات الكتير، حالها انقلب في لحظه. من هنا بنقول يا رب يكفينا شر انقلاب الحال. متابعينا الكرام، احنا موجودين امام مستشفى منية النصر المركزي اثناء تفاصيل الواقع المؤسفه اللي شهدها مركز منية النصر تحديدا في عزبه ابو شهده للطفل لاسلام نصر احمد نصر السيد اللي عمره 12 سنه، طالب بالصف الاول الاعدادي. ووالدته دخلت الغرفة لقيته أو الخاصة بيه، لقيته نايم على السرير ومتوفي وفارق الحياة. وطبعا قالت أنا كل اللي شفته لقيت الحبل معلق في حوالين رقبته. قالت إن كل اللي حصل إن طبعا ان هو قال لها انا عاوز انزل العب في الشارع بالطياره الورق الخاصه بيه، وكلنا عارفين الطيارات الورقيه دي بيكون لها حبل يعني طويل جدا، بيبقى عده امتار، والاطفال بيحبوا يطيروها في الجو اللي بيكون فيه نسمه هواء شويه. فهي خافت عليه من البرد زي اي ام كويسه، اي ام بتخاف على اولادها، خافت عليه من البرد للاسف الشديد ورفضت ان هو ينزل يلعب. دخلت الغرفه شافته فارق الحياة واتوفى. يعني بالنسبة للي بيسأل التفاصيل أنا قلتها أكتر من مرة يا جماعة، أنا هقول التفاصيل تاني قبل ما نقفل اللايف. إسلام نصر أحمد عمره 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم بعزبة أبو شهدة مركز منية النصر. طلب من والدته منذ ساعات ان هو ينزل يلعب بالطياره الورقيه الخاصه بيه زي اي طفل. والدته قالت الجو برد والجو هوا وما ينفعش ان انت تنزل الشارع. فطبعا الولد دخل البيت الغرفه وخافت عليه من البرد لا يتعب. دخل الغرفة، بعدها بمدة دخلت الغرفة تشوف ابنها، لقته اكتشفت ان هو نايم على السرير فارق الحياة، الحبل متعلق في رقبته ومتوفي. الام صرخت، وطبعا الجيران اتجمعت وحاولوا ان هم يشوفوا في ايه، محدش فاهم، هي بتصرخ الحقوني يا ناس، مش عارفة في ايه. طبعا التحقيقات ما زالت شغاله، ولكن احنا بنقول لحضراتكم ان مفيش اي شبهه جنائيه في الموضوع. الموضوع قضاء الله وقدره، مش اكتر من كده. الاسره هنا موجودين امام مستشفى منية النصر المركزي، والجيران منتظرين انهاء الاجراءات واستلام جثمان ابنهم وتشييع جثمانه الى مثواه الاخير في مقابر عائلته بعزبه ابو شهده. بنطلب من حضراتكم الدعاء للأم بالصبر والسلوان، وللطفل أو الولد بالرحمة والمغفرة، وإن ربنا يصبر قلب مامته رب العالمين. الأم اللي إحنا بندعي لها من كل قلوبنا إن ربنا يصبرها، اللي خافت على ابنها من شوية برد إن هو ينزل الشارع وياخد برد ويتعب ويتألم، وللأسف الشديد ما كانتش عارفة إن الأقدار يعني هتنقلب، وإن هتدخل تلاقي ابنها فارق الحياة. فإن لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بندعي لكم في هذه الأيام المباركة إن ربنا يكفيكم يا رب شر انقلاب الحال وسوء الأقدار وشر الأقدار، ويحمي أولادكم وأولاد المسلمين أجمعين، ويحمي أولادنا يا رب العالمين في هذه الأيام المباركة. ويا رب اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. وبندعي للأم من كل قلوبنا ان ربنا يلهمها الصبر يا رب العالمين. طبعا حاله من الحزن هنا بتسود في مركز منية النصر تحديدا من اهالي عزبه ابو شهده امام هنا المستشفى، اللي متجمعين وجايين في حاله من الصدمه وحاله من الحزن وحاله من البكاء على اسلام نصر احمد اللي عمره 12 سنه وطالب في الصف الاول الاعدادي.
يعني بريء جدا، لكن هندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يلهم والدته واهله وذويه الصبر والسلوان، وانه ربنا يرحمه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، كنت معاكم من امام مستشفى مدينة النصر المركزي، وتفاصيل الواقعة مؤلمة شهدتها قرية أبو شهدة التابعة لمركز مدينة النصر منذ ساعات، وواقعة مؤسفة بكل تفاصيلها، صعبة بكل تفاصيلها، مؤلمة بكل تفاصيلها، توجع القلب. يعني قلبنا وجعنا على الطفل وعلى الأم اللي خافت على ابنها من البرد، وخافت على ابنها من الجو الصعب اللي احنا شايفينه في الشارع، وخافت على ابنها ان هو ينزل الشارع لا يتعب ويمرض ويبقى يعني ويوجع قلبها. للاسف الشديد ما كانتش عارفه ان ابنها هيموت داخل الغرفه اللي في قلب اللي داخل البيت وهو نايم على السرير، ودخلت اكتشفت ان ابنها متوفي والحبل ملفوف حوالين رقبته او متعلق حوالين رقبته. انا لله وانا اليه راجعون، وربنا يرحمه ويغفر له رب العالمين. متابعينا الكرام، بشكركم على حسن المتابعه والمشاهده، بشكركم والى اللقاء، وهنكون معاكم، هنحاول نكون معاكم اثناء تشييع جثمانه الى مقابر عائلته في عزبه ابو شهده. متابعينا الكرام، بشكركم والى اللقاء.